صوته جميل، لكنه لم يغني إلا مرة لأمر يتعلق في رقبته، فوقف وهو يتوكأ على جراحه، أبعد اللاقطة عن فمه رغم وجود التيار الكهربائي، وهو يطوح: وكردشتر حصان واركب على البعيرة مطي، وانهق نهيق اللي ذي مزقوط غفلة بمطي. كردشتر حصان واركب على البعيرة مطي، وانهق نهيق اللي ذي مزقوط غفلة بمطي، من حيث اللي يروح يتفصل عليها مطي ويزود منها ربع سوي لي منها جحش، واللي تظن أسد واقف قبالك جحش. أرد ألحق الناس وما ظل بمكاني جحش، أكبر فرد يوم حتما حتى تصير المطي. فألهب الجمهور كثيرا وصفقوا له، وخرجوا وهم يحملونه على أكتافهم هاتفين: لو نعرف التبياء طولة، لو نعرف التبياء طولة. طبعا راح أقرأ لكم من مرابد التسعينات: بالتربان ولا بالعربان 99. طبعا هذا المثل تعرفوه، فيجيك يقول لك ابنك بالعربان ولا بالتربان، قلت له لا والله بالتربان ولا بالعربان. قلبي على ولدي الذي ما زال مصلوبا، قلبي على ولدي الذي ما زال مصلوبا على حمم البراكين التي رضعت جهنم بالحليب الدسم وابتكرت من لحم أهلنا الوقود. قلبي على ولدي الذي ما زال مصلوبا على حمم البراكين التي رضعت جهنم بالحليب الدسم وابتكرت من لحم أهلين الوقود. الناس ثم الناس لحم لهيبها، فالنار ترفض أن سترطن وسط جذوتها الحجارة. كيف يكتمل القصاص حيا أراه كزهرة الرمان يقطفها المسدس بالرصاص. ولا خلاص، إن الحديث لذو شجون، قد قطعوا الأشجار عن عمد واشتد بالفأس الجنون، وظل يهدي في براعمها الطرية. ماذا تريد ومن تكون؟ إن العصافير التي كانت هنا أعشاشها ماتت تزقزق في السجون. هذا أيضا 90 مربد، باب الأبد اسمه. لفنا ليل غرابي الجناح، لفنا ليل غرابي الجناح، فاغلق الباب فلم يأتي أحد، وادخلي تابوتك المكتظ بالرعب ونامي، ودعي صدرك مفتوحا فقد يأتي الولد، ربما من آخر الدنيا ومن باب الأبد. كان المساء دما ينس وحسرة في قلب أمي، وهي تعتصر الحياة فلا هواء ولا ضياء. أنصاف أشباح تجمع حولها يندبن من جوع وعازة، سكلى نساء الرافدين وهن في الرمق الأخير فلا غذاء ولا دواء. كان المساء دما ينث وقلب أمي في الجنازة. كل الحياة مجازة والموت ليس له إجازة.